مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. مرحبا بكم في حوارنا الصحفي اليوم. لدينا فنانة شهيرة معنا هنا للحديث عن الإشاعات التي ظهرت حولها مؤخرا. شكرا جزيلا لكونكم معنا اليوم. شكرا لكم على دعوتي للمشاركة في هذا الحوار. أنا سعيدة للغاية بأن أتحدث معكم. بالتأكيد. لذلك، قبل أن نتحدث عن الإشاعات، هل يمكنك إعطاؤنا نظرة عامة عن السبب وراء طلاقكم؟ بالطبع، لقد كان قرارا صعبا للغاية، لكن بعد الكثير من النظر والتفكير، اتخذنا القرار بالتفاهم المشترك للانفصال. لكن ما يحدث بيني وبين زوجي السابق هو شيء شخصي وليس من مصلحة أي شخص آخر. فهم. ولكن، كما نعلم، ظهرت إشاعات حديثا تقول أنكما بعد انفصالكما ذهبت إلى المحكمة لطلب حقوقك في قانون الطلاق، لكن المحكمة صدمتك وقالت أنه لا يملك شيئا. ماذا تقولين حول هذه الإشاعات؟ لا أعرف من أين جاءت هذه الإشاعات الكاذبة، فأنا لم أطلب أي شيء من زوجي بخصوص نصف أملاكه. إنها مجرد كذبة، ولا يوجد أي شيء من الحقيقة فيها. نحن نتبع الإجراءات المتعلقة بالطلاق بسلاسة. هل تعتقدين أن هناك أي شخص خلف هذه الإشاعات؟ من الصعب أن أجيب على هذا السؤال، ولكن يبدو أن هذه الإشاعات تأتي من أشخاص لديهم مصالح مختلفة أو يحاولون الإساءة إلي بطريقة ما، لكن لا يهم، فأنا أركز على مشواري الفني. هبة، تعرضت للتنمر من قبل المغاربة أو المعجبين بزوجك السابق. هل يمكنك أن تخبرينا قليلا عن تجربتك في مواجهة التنمر؟ لقد كانت تجربة صعبة في البداية. كنت أعمل في مجال الفنون منذ فترة طويلة، ولكن بمجرد أن تصبح شخصية عامة، يبدأ الناس في الحديث عن جسدك وشكلك بطريقة لا تحسد عليها. هل يمكنك أن توضحي لنا ما هي تلك الأشياء التي تعرضت لها؟ بالتأكيد، تلقيت الكثير من الانتقادات اللاذعة بشأن شكلي، بما في ذلك رسائل وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد شعرت بالإحباط والضعف في البداية، ولكن تعودت على ذلك الآن، وبالعكس أصبحت أحوله إلى طاقة إيجابية. وعندما تتعرض لمثل هذه التصرفات، ستعرف أنك في الطريق الصحيح. كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.